بونو يكتب التاريخ كأفضل حارس أو من أفضل حراس العالم هي الأيام. بونو الرائع يلي أدى مباراة خرافية صراحة، تصديات رائعة من بداية المباراة. شعرنا أنه ياسين بونو كان مسيطر على مرماه، هو القائد كان ياسين بونو. يا الرائع يا الرائع يا ياسين بونو. السلام عليكم. الهلال فعلها بأدائه الكبير، الزعيم يفجرها مفاجأة من العيار الثقيل. الهلال مع ياسين بونو سيميوني إنزاغي يدجدج ملعب كامبيج روك على رأس بيب جوارديولا ومانشستر سيتي العنيد. لكن بونو يا بونو يرسم بريشته توقيعه الأخير على نهاية ملحمة كروية خالدة صراحة. مباراة رائعة ممتعة للهلال، وتأهل مستحق لربع نهائي كأس العالم للأندية. يا أصدقائي، لايك للفيديو، اشتراك بالقناة إن تكرمتم، فعلوا لنا ميزة الجرس، وخلينا نروح ونشوف الهلال شو عمل بها الملحمة الكبيرة. الهلال أقصى مانشستر سيتي، الهلال تأهل لربع النهائي، الهلال بأسلوب رائع بأداء ممتع، الهلال بتوازن دفاعي هجومي، الهلال بضبط وسيطرة على المباراة، الهلال بعزيمة بإصرار بالروح العالية فعلها وتأهل لربع النهائي. وعلى حساب مين؟ على حساب بيب جوارديولا ورجاله، على حساب فريق يعتبر من أحسن فرق العالم. على مين؟ على هالاند، على برناردو سيلفا وغاندوغان، على رودري، على أكانجي، على إدرسون، على كوكبة من نجوم العالم. لكن الهلال زعيم، والله زعيم آسيا، زعيم الأندية العربية. امبارح أرجانا كرة قدم ممتعة رائعة. يا سيميوني يا إنزاغي، أنا بدي أعتذر منك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة الآسية أمام البي اس جي. أنا قلت على رئيس النادي النيراتزوري الانتر إقالة سيميوني إنزاغي مباشرة. ليش؟ لأني حملتك مسؤولية الخسارة. بس بعد خسارة الانتر أمام فلومينينسي البرازيلي وخروجه من كأس العالم للأندية، وهذا التكتيك الرائع يلي شفناه من فريقك أمام مانشستر سيتي، بدي أقول لك سامحني بجاه الرسول، سامحني أنا غلطت بحقك يا سيميوني يا إنزاغي، لأن بتكتيكك وأسلوبك وطريقة اللعب الرائعة يلي شفناها صراحة أكدت وأثبتت إنك من أفضل مدربي العالم. كلنا شاهدنا أداء الهلال الرائع، الأسلوب. يا أصدقائي، الهلال بالعادة هو اللي بيسيطر، هو اللي بيستحوذ، هو اللي بيعمل كل شيء بالمباراة. لا 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 لا، هون انت عم تلعب مع مانشستر سيتي من اكثر فرق العالم استحواذ وضغط وسيطرة وخلق للفرص. هون بدك تلعب بتوازن، وسيميوني إنزاغي اتعلمها واشتغلها صح، لأن كلنا شفنا نقل الكرة من الدفاع للوسط للهجوم، وكيف بناء الهجمة المرتدة، وكيف اللعب بالمساحات الخالية عند مانشستر سيتي، وكيف يا أصدقائي تضرب مانشستر سيتي بالأربعة، تسجل بمرمى مانشستر سيتي 4 أهداف، كيف تلعب على ضعف دفاع السيتيزن، كيف اللحظة بدك تستحوذ شوي على الكرة بتستحوذ، وكيف بتترك الكرة لفريق يعتبر هو سيد الاستحواذ امتى ما بدك. بصراحة الشيء اللي شفناه يدرس من الهلال السعودي. الهلال يا الهلال متعتونا شبعتونا كورة صراحة، رائعين ممتعين. الهلال يا أصدقائي أقصى مانشستر سيتي، الهلال يا أصدقائي ما خسر ولا مباراة من بداية البطولة إلى الآن. الهلال يا أصدقائي طريقه مفتوح لنهائي كأس العالم للأندية. رح تقلي كيف؟ رح أقول لك رح يلعب بالربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، وحال إن شاء الله اتأهل لنصف النهائي، فرح يواجه إما بالميراس البرازيلي أو تشيلسي اللندني.
وأنا برأيي بعد هذا الأداء الرائع الفرق يلي بدها تواجه الهلال للنهائي صدقوني بالمتناول، صدقوني بالمتناول أمام سيميوني إنزاغي ورجاله. اليوم الصبح اتأكد لا كبير بعالم كرة القدم، اليوم الصبح اتأكدنا انه الهلال يعتبر من الانديه الكبيره مو بالوطن العربي، نعم هذا شيء اساسي باسيا مؤكد، لكن على مستوى العالم الهلال الشمعة المضيئة، الهلال فخر العرب مثل ما سميته بالفيديو الماضي، الهلال يلي بصراحة هي البطولة عم يلعب عن الأندية العربية كلها، وشرف الكرة العربية صراحة بهذا الوصول وهذا الإقصاء، انك تقصي بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي مع هي الكوكبة من النجوم، معناها انت من كبار القوم يا سيميوني يا إنزاغي، انت وفريقك رائعين ممتعين، كرة قدم ساحرة جميلة قدمها نادي الهلال السعودي، وتأهل مستحق لربع النهائي. يا أصدقائي يا أصدقائي مبروك لجماهير الهلال ونحن منهم، مبروك 1000 مليون تريليون مبروك لجماهير الكرة العربية على هذا التأهل الرائع والمستحق. وإن شاء الله إن شاء الله راح نشوف الهلال بنهائي كأس العالم للأندية، وإن شاء الله من المتوجين. يا ريت تشتركوا بقناتنا، بس قبل ما تشتركوا بالقناة بدي تعليقاتكم ورأيكم بأداء الزعيم بهي البطولة وبهي المباراة تحديدا. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.